same sound different meaning. كلمات ليها نفس النطق بس كتابتها ومعانيها مختلفة. في كلمات في الإنجليش ممكن تلخبطك عشان نطقها واحد، لكن كتابتها ومعانيها بتكون مختلفة. الكلمات دي اسمها هوموفونز، ومثال للهوموفونز النهاردة زي flower وفلاور. flower الأولى معناها دقيق، زي كده لما نقول إحنا محتاجين دقيق عشان نخبز كيكة. We need flour to bake a cake. وفلاور التانية معناها وردة، هي جالها وردة جميلة. She received a beautiful flower. مثال تاني للهوموفونز هو see وسي. see الأولى معناها يشوف، زي كده لما نقول هو قادر يشوف الجبل من هنا. He can see the mountain from here. وسي التانية معناها بحر، أنا بحب أعوم في البحر. I like to swim in the sea. مثال ثالث لده هو write write. write الأولى معناها يكتب، من فضلك اكتب اسمك هنا. Please write your name here. write التانية ليها معنيين. المعنى الأولاني هو اتجاه اليمين، من فضلك خش يمين. Please turn right. ومعناها التاني هو صح، زي كده لما نقول دي الإجابة الصح. This is the right answer. وآخر مثال معانا النهاردة للهوموفونز هو night ونايت. night الأولى معناها ليل، أنا بحب أقرأ كتب بالليل. I like to read books at night. ونايت التانية معناها فارس، وهنا الكي اللي بتتكتب في أول الكلمة هي silent مش بتتنطق، فنطقها night. الفارس حمى القلعة. The knight protected the castle. This is Premier English by سارة، ودي كانت كلمات ليها نفس النطق بس كتابتها ومعناها مختلفين.